ازاي بنجوز ذكر وانثى لبعض في التربية الجماعي، وبنختارهم لبعض، وبنتأكد ان الذكر والانثى دول اخدوا بعض في التربية الجماعي. بنبدأ ان احنا نحبس الذكر والانثى مع بعض في قفص لحد ما الذكر والانثى يحصل ما بينهم غزل، وبعد كده يحصل ما بينهم تزاوج. مش بنبدأ نركب بياضة ولا اي حاجة، احنا بنبقى عايزين نتأكد ان الذكر والانثى اخدوا بعض، وبنرجع نطيرهم تاني طيران جماعي. الذكر والأنثى بيبدأوا إن هما يجهزوا العش ويشتغلوا مع بعض بإذن الله بمنتهى البساطة، طالما إن الذكر والأنثى أخدوا بعض. الفكرة كلها إن إحنا لما بنبقى عايزين نعمل تركيبة معينة، طبعا بنختار ذكر بطفرات معينة لأنثى بنفس الطفرات أو بطفرات تكمل التركيبة دي. فلازم نخلي الذكر والأنثى دول يختاروا بعض، وبعد كده ينتجوا جماعي عادي جدا.